في الأجزاء اللي فاتت من حكاية شو واللي لو فاتك جزء منهم ممكن ترجع له وتشوفه الأول عشان تفهم بقية الحكاية. المهم في الجزء اللي فات شو راح على معسكرات تدريب تبع المدرسة عشان يتدرب ويزود قوته، وبيتدرب فعلا وقوته بتزيد أسرع، وده لأن المكان ده الطاقة الروحية فيه بتكون عالية جدا. وبنعرف إنهم راحوا على مكان اسمه الحطام، والحطام ده مكان اتكون بعد غزو الفضائيين للأرض وكده، وشو طبعا كان مقضيها خنزرة طول الوقت، ولكن فجأة هما متواجدين في المكان بتيجي لهم عاصفة ضبابية والكل بيتبلع وبيختفي جواها، وشو بينزل على مكان كده ومش عارف هو فين، وبتبدأ هياكل العاصمة إنها تهجم عليه وبتبقى عايزة تقتله، بس شو بيقدر يخلص عليهم وبتبدأ رحلة شوف الحيطان من هنا، وشو بيشوف جثث كتير مترمية على الأرض وهو ماشي، وبنعرف إن الهياكل العظمية دي هي اللي قتلهم، والطريقة الوحيدة اللي قتلهم هي عن طريق قطع راسهم. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ وهل شو هيقدر يخلص عليهم ويخرج من هنا، ولا مصيره هيبقى زي الناس دي؟ يلا بينا نكمل الأنمي. بعد ما شو مشي من عند العيال اللي كان معاهم بيتمشى كده وزهقان ومش لاقي حاجة يعملها، بس فجأة بيسمع صوت عدو داخل عليه وبيقلق. شو بيرجع لورا كده والهيكل بيضربه برمحه، ولكن شو بيقدر إن هو يمسكه منه وما بيبقاش عايز يسيبه، وبقية الهياكل بتيجي عشان تهجم على شوية كمان، ولكن بيقدر يوقع اللي قدامه وبياخد منه الرمح بتاعه وبيطلع يجري. ده حتى الهياكل العظمية مسلمتش من خنزرته. المهم بعد ما بتزهق الهياكل منه بيقرروا انهم هيمشوا ويسيبوه، واول ما بيمشوا بيقرر شو انه ياخد بقية اسلحتهم يلحقهم ويخنزر عليهم، وبيروح يلمها فعلا وبياخد الرمح ده. من جانب تاني كان في شوية من الطلاب والمدرسين متربصين للهياكل دول عشان يقتلوهم، ولكن ما كانوش عارفين يعملوا معاهم ايه، فعلشان كده بيقرروا ان هم هيدوروا على قائد الفرسان ويقتلوه، على امل انهم يتشتتوا بعد موت قائدهم ويعرفوا يخلصوا عليهم وكده. المهم بدأوا يدوروا على اي واحد فيهم شكله غريب كده عشان يقتلوه، وبيختاروا اللي من غير رمح اللي ماشي بسيفه ده، ومفكرون القائد يعني وكده، هم مش عارفين ان شو هو اللي سرق منه السلاح بتاعه. حظه وحش قوي الفارس ده والله. المهم القناص بيتمركز وبوم بيضرب الطلقه بتفرتك دماغه، الكل بيحتفل والكل بيبقى فرحان ومفكرين ان هم كده هزموا الفرسان، ولكن قائد الفرسان بيكون لسه عايش وبيخلي اتباعه يضربوهم بالسهام، هو بيعرفوش يعملوا حاجه بعدها غير انهم يهربوا. بيروحوا في حته تانية كده وبيقولوا هو احنا مش قتلنا القائد بتاعهم، يبقى ليه ما حصلهمش حاجه؟ واحد من المدرسين بيقول مفيش غير احتمال واحد، وهو ان اللي احنا قتلناه ده ما كانش قائدهم. المدرس التاني بيقول له طب ازاي هو الوحيد اللي كان معاه سلاح مختلف عن الباقيين؟ فبيقول له اكيد في واحد تاني اخد منه سلاحه. ولسه ما كملوش كلامهم وبيلاقوا شو واقف فوق صخره عاليه كده ومتربص للهيكل دي. المدرس بيقول للطلاب ان في اعداء كتير قوي تحتيه وان هو في خطر ولازم ننقذه. ما بيلحقش يكمل كلامه وبيلاقي شو فجأة بينط على واحد منهم وبيضربه وبياخد الرمح بتاعه وبعدين بيهرب. خنزرة اللي في الماكس اقسم بالله. الهيكل العظماء بتتعصب والزعيم بيأمرهم انهم يضربوه بالسهام، بس ولا سهم بيجي في شو، والهيكل واقف وهتولع منه يا عيني، وشو قاعد يكسب من وراهم نقط بالهبل. ده كده عظمة قوي. والمدرس بيقول احنا كده عرفنا مين اللي بيسرق الرماح، بس هو في طالب في صف الديوان بالقوة دي. واحد من الطلاب بيتعرف على شو وبيقول للمدرس ان نظام طاقته زاد الفترة الأخيرة، وده بعد ما هزم رئيس الفصل في الريست. المدرس انبهر من قوة شو قال احنا لازم نضم دول ندرب الفريق بتاعنا. ومن جانب تاني شو كان قاعد على شجرة كده ومش همه ولا جنود ولا هياكل ولا أي حاجة، وقاعد يتخيل حياته قبل كده وقد ايه اخته له وحشته انه عايز يرجع البيت بأي طريقة عشان يشوفها، فبيقرر انه يكمل الطريق بسرعة عشان يخرج من الحطام. بعدها بينزل من على الشجرة وبيكمل طريقه، ولكن فجأة وهو ماشي في الطريق بيكون الهياكل عملوا عليه كمين عشان يقتلوه، وبدأ يحاصروه من كل حتة وقرروا ان هم يخلصوا عليه، بس شو بيفاجئهم وبيفعل طاقته الروحية في الرمح وبيستخدمه ببراعة وبيهجم على الفرسان وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. ومن جانب تاني كانت له متعصبة جدا عشان شو مرجعش البيت بقاله كام يوم، وكانت متعصبة منه وناوية على ان هي سواد لما يرجع، وبتبص على كيس الشيبسي بتاعها وبتلاقيه خلص فبتتعصب اكتر، وبتروح على صندوق كده شو كان شايله فبتفتحه وبتلاقي فيه صندوق تاني، فبتفتح الصندوق التاني وبتلاقي صندوق تالت، فبتفتح التالت وبتلاقي رابع. هو الصندوق ده ما بيخلصش ولا ايه؟ لحد ما اخيرا بتفتح اخر صندوق بتلاقي فيه كيس شيبسي ورسالة من شو بيقول لها فيها انها تستناه لما يرجع، فلما بتقراها بتفرح وبتقرر انها تستناه. بعدها بنشوف المدرسين هما ماشيين في الحيطان وكانوا بيدوروا على اي اثر لشو، ولكن فجأة هما ماشيين في امان الله كده بيلاقوا الهياكل العظمية كلها مقتولة، وكمان اسلحتهم ما بتكونش موجودة، فاللي قتلهم اخد اسلحتهم. وطبعا كلنا عارفين ان ده اسلوب شو، والكل كان واقف مذهول من قوة شو. المدرس هو كمان كان كل شوية ينبهر بقوة شو الجبارة، وبيجي واحد من الجنود بيقول للمدرسين إن في 9 فرسان من الهياكل العظمية بيحرسوا مدخل قدام كده في منتصف الأحطام، والظاهر إن هما كانوا بيطاردوا شخص كده، وطبعا الشخص ده أكيد شو. فبيقرر المدرس إنه يعمل خطة عشان يساعد شو في هزيمة الهياكل دول. بس أنت متخيل إن شو مستني حد يساعده؟ لا والله. في الوقت ده كان شو قاعد في مكان كده بيحسب النقط اللي جمعها من الحطام، والظاهر كده إنه عمل ثروة نقط يا صديقي. في نفس الوقت شو فعل خريطته النجمية وطلع منها فاكهة صفرا كده وأكلها. بعد ما بياكلها بيدخل على مجال قوته وبنشوف قوة جديدة اتفعلت عنده، والقوة دي بتخليه عنده القدرة إن هو يتحكم في الرماح دي من غير ما يلمسها، حاجة كده زي تحكمه بالسيف اللي شفناه في الأجزاء اللي فاتت. بعدها بنشوف الطلاب والمدرسين هما بيتكلموا عن إزاي خلصوا من الهياكل دي عشان يخرجوا منها بأسرع وقت،
واحد من المدرسين بيقول إن الطلاب اللي معانا دول ضعاف جدا ومش هينفع نشتبك معاهم اشتباك مباشر، لازم يكون في مسافة بيننا واحنا بنهجم عليهم عشان سلامة الطلاب. المدرس بيقول له أيوه عندك حق، يا ريت كان قوتهم بنفس مستوى قوة شو. بعدها كانوا الطلاب والمدرسين بدأوا يتربصوا الفرقة من الهياكل العظمية عشان يقتلوهم، بس فجأة هم واقفين بيلاقوا رمح نازل من السما على واحد منهم في لسانه وبيخلص عليه، ومش بس كده، ده رماح من كل حتة بتنزل عليهم وبتخلص عليهم واحد ورا التاني. بعدها بيظهر شو عشان يقتل الباقي منهم. المدرس بعد ما بيشوف شو بيقرر ان هو ينزل هو وباقي الطلاب عشان يساعده، بس يساعد مين يا عم؟ ده هم اللي عايزين حد يساعدهم. شو بيخلص على كل الهياكل الموجوده في ثواني قبل ما واحد منهم يوصل اصلا. ايه يا ابن العظمه دي؟ انت جايب القوه دي كلها منين؟ بعدها الكل نزل وكانوا مذهولين من قوه شو الجباره، والمدرس كان مصدوم ان شو عمل لوحده اللي مفيش حد من المدرسين قدر يعمله، وبيقول في سره معقوله هي دي قوه الاستفاقه؟ هم ما يعرفوش ان شو كان بيحاول عليهم اساسا وان هو جامد من غير استفاقه ومن غير اي حاجه. والمدرس كان رايح كده عشان يهني شو على اللي عمله، بس قبل ما بيوصل شو بيقول له ان كل الاسلحه على الارض دي بتاعتي ومش هخليك تاخد منها حاجه، خنزره اللي في الماكس اقسم بالله. والمدرس قال له تمام ما تقلقش مش هاخد منها حاجه. بعدها بيقول له هو انت بقى شو اللي الكل بيتكلم عنه؟ انا سمعت عنك من اتنين من زمايلك معانا في الفريق. شو بيروح يقف كده جنب اسلوت عشان لسه مفكره جاي ياخد منه حاجه، والمدرس بيقول له ما تقلقش يا عم محدش ياخد حاجه من رماحك والله. شو بيقول له لو انت مش عايز تاخد الرماح يبقى انت عايز تاخد السيوف صح؟ مسخرة أقسم بالله. المدرس بيقول له يا عم والله ما هاخد منك سيوف ولا رماح ولا أي حاجة. بيقول له احنا أعضاء من شبكة السماء، أول ما شفناك بتحارب الهياكل دي لوحدك كنا جينا عشان نساعدك أساسا. شو لما اتأكد إنهم مش هياخدوا منه حاجة اطمن لهم كده وقال لهم تمام مصدقكوا. انتوا عايزين ايه دلوقتي بقى؟ المدرس قال له ولا حاجة احنا عايزين سلامتك بس مش أكتر. بيقول له الأسلحة اللي معاك دي تقيلة عليك وممكن ما تقدرش تشيلها لوحدك. شو قال له تصدق عندك حق، الأسلحة دي كتيرة فعلا وكمان في ناس كتير أوي هناك. شو راح جنب الأسلحة كده وعمل نفسه بياع وقعد في جنب كده وقال لهم قرب واشتري أفضل السيوف والدروع من الهياكل العظمية. أسلحة مش هتلاقي زيها تاني في الحيطان كله، ده على أساس إن في غيرها يعني. قرب واشتري أي رمح أو أي سيف ب999 ين بدل 1000 ين. لا أوفر جامد الصراحة، بيفكرني بعروض الجمعة البيضاء عندنا في مصر، عروض ملهاش لازمة تستحق اللايك. العيال اتلمت حوالين شو وبدأوا يبدلوا ممتلكاتهم الغالية بالأسلحة عشان يقدروا يحاربوا الوحوش وكده. وشو كان في قمة السعادة من كتر الحاجات الغالية اللي جمعها منهم. الواد ده مفيش حاجة ما بيعرفش يسلكها. وقتها كان في اتنين من زمايل شو كان معاهم شوية فلوس وراحوا على شو عشان يشتروا سيف منه، بس انت متخيل ان شو مش هيخنزر عليهم؟ لا والله. شو قال له الفلوس اللي معاك دي مش هتقدر تاخد بيها حاجة غير الفاس دي، وما تقلقش هي جامدة وبتقطع كويس. الواد قال له تمام وخدها وبعدين مشي. الواد لسه ملحقش يمشي يا عيني وليه شو بيقول في سره اخيرا خلصت من الفاس المعفنة دي. فالواد بيسمعه وبيتعصب منه وشو بيكسب منه شوية نار. بعدها بيجمعهم المدرس وبيكملوا مشي في الحطام، بيفضلوا ماشيين لحد ما رجلهم توجعهم، وشو مكمل وماشي وبيغني ولا في باله اي حاجة. فبيبص له المدرس وبيقول له الاسلحة اللي معاك دي تقيلة عليك، انا ممكن اشيل شوية معاك لو عايز. فشو بيقول له لا انا تمام، وبعدها بيكمل مشي. بعدها بيروح المدرس يمشي معاه وبيفضلوا يتكلموا شوية. شو بيسأله عن بقية الطلاب، المدرس بيقول له كلهم تمام ومفيش طالب حصل له حاجة، ولكن معظم الضحايا كانوا طلاب عسكريين ومعظمهم ماتوا هم بيحموا الطلاب. فبيتأثر شو بكلامه وبيحس ان الراجل ده طيب. بعدها بيقفوا في مكان كده وبيولعوا نار عشان يتدفوا. شو بيبص على المدرسين كده وبيلاقيهم تعبانين ومش قادرين يتحركوا، فبيصعبوا عليه وبيروح يدي ليهم شوية تفاح عشان ياكلوه ويرتاحوا. واول ما المدرسين بياكلوه بتبدأ طاقتهم ترجع وبيكونوا في قمة السعادة. شوية من الطلاب لما بيشوفوا شو بيروح عليه كده وبيقولوا احنا كمان عايزين تفاح. شو بيبص لهم كده وقال لهم انتوا شوية عيال ملكوش لازمة واقفين ورا المدرسين عشان يهموكوا مش اكتر، وما بتعملوش اي حاجة. واول ما شفتوني بديلهم شوية تفاح عشان ياكلوهم ويرتاحوا جيتوا على طول عشان تاخدوها. امشوا من هنا مش هتاخدوا مني اي حاجة. بيمشوا فعلا، بس في واحد غني منهم بيروح على شو بيديله ساعة 38,000 ين مقابل انه يديله 3 تفاحات، وشو طبعا في ساعتها بيوافق في ثواني. كلب فلوس يا صديقي مفيش كلام. يا ابني اتق الله حرام عليك والله العظيم. عيب يا جدعان. بعدها بيسمع الطلاب صوت وحوش بتهجم عليهم، بيعملوا دايرة عشان يحموا بعض من النوم، ولكن شو وقتها بيحس إن السيف بتاعه عايز يطلع ويقتل الأشباح دي كلها، فبيمنعه عشان ما ينفعش يطلع والناس دي كلها هتشوفه. ولكن الأشباح لما بتحس بقوة سيف شو بتخاف منه وبتهرب من المكان كله. جامد يا ابني والله. وشو بعد ما عرف إن الأشباح بتخاف منه قرر إن هو يجري وراها بعد كده، وده طبعا خنزرة منه عشان يكسب من وراه شوية نقط. الواد ده جامد يا جدعان، مفيش حاجة ما بيعرفش يطلع منها مصلحة. بعدها بيوصلوا على مركز الحطام أخيرا وبيكون في كمية كبيرة جدا من الناس قدرت إنها توصل هناك، والكل كان فرحان ومبسوط لأنهم وصلوا أخيرا بخير واتجمعوا. وبعد ما الكل اتجمع كان في شوية من الطلاب بيتكلموا عن ساي وقد إيه هي قوية جدا وقدرت إنها تخلص على مجموعة كبيرة من الهياكل لوحدها، وقدرت إنها تنقذ حياة الطلاب اللي كانوا موجودين ساعتها
كمان ثبت لهم شويه من الاسلحه عشان يدافعوا عن نفسهم بيها، بس من غير فلوس طبعا مش زي الخنزير بتاعنا. واحد قال لهم ان الظاهر تكتها حصل لها اصطفاق هي كمان. شو لما بيسمعهم بتشد ساي انتباهه، بيروح يقف جنبها كده وبالظاهر ان جامده اخر حاجه يا صديقي، بس مش اجمد من البطل بتاعنا. بعدها بيقول في باله طالما في ناس كتير هنا ما يلا نبيع شويه اسلحه، بالمره نطلع باي مصلحه. وبالفعل الناس بتتلم حواليه تاني وبيبدا شو تجارته وبيبيع ليهم. واحد من الطلاب بيقول له هو مين المدرس الجامد اللي قدر يخلص على جيش الهيكل العظميه لوحده. شو ما بيبقاش مهتم وكل همه انه يبيع اسلحته. الواد ده ماشي بمبدا مش مهم الشهره طالما مفيش منها مصلحه، اهم حاجه المصلحه يا صديقي. بس فجاه هو قاعد بيكبر تجارته بيجي واحد من زمايله بيقول له تعالى رئيس الواحد عاوزك. وكالعاده بنشوف ملامح استغرابه اللي ما بتتغيرش ابدا حتى لو عامل ايه، وبيستغرب كده وكانه ما عملش حاجه. ايه يعني خلص على 100 ولا 200 هيكل، مش حوار بالنسبه للشو يعني. المهم بيروح شو بتكون سايه كمان موجوده هناك. انا جيت. ايه ده؟ انت مين يا ابن بيشكرهم رئيس الوحدة على اللي عملوه هما الاتنين وبيقول له شو انا سمعت انك جامد في استخدام الرمح، فما تبيعش الشوية اللي فاضلين معاك عشان تساعدنا في الحرب ضد الهياكل وكده. فشو بيقول له تمام، وبيطلب منهم المساعدة هما الاتنين عشان ينزلوا جوه الحيطان اكتر، فبيقولوا له هما الاتنين تمام. بعدها بيطلع رئيس الوحدة السيف بتاعه وبيكون شبه سيف شو، بيحدفه جوه الحفرة عشان يقيس ارتفاعها. بيكون سلاحه ده بيستهلك منه طاقة كبيرة جدا، وده على عكس سيف شو اللي ما بياخدش منه طاقة اساسا. وبيعرفوا ان الفتحة دي ارتفاعها 100 متر، وبيقرروا ان هم هينزلوها بكرة عشان مش عارفين ايه المخاطر اللي ممكن تواجههم تحت فيها. بعدها شو بيقعد في جنب كده وبيعدي المشاعر السلبية اللي جمعها من الناس، ولكن بيعرف منها ان في 9 جواسيس معاهم، وده عشان مش موجود عنده اسم اليوم، دول بيكون مكتوبين بالارقام. بيحاول شو يبص على اي حد ولكن ما بياخدش باله. من ناحية تانية بيوصل المعلم لشياو بيكون شايل شجرة كاملة من التفاح وجايبها معاه، شكل كده طاقته كبيرة جدا. فبيروح لشو بيلاقي سنجاب خارج من الشجرة ومتعصب جدا عشان هم اخدوا التفاح بتاعه. السنجاب لما بيشوف شو بيتعصب اكتر بينط عليه عشان يضربوه، بس شو بيمسكه وبيديله تفاحة فبيفرح وبيبقى زي الكتكوت. بعدها بيجري جاي على شو عشان يطمن عليه وبيقول ان هو قتل 4 فرسان لوحده، فبيهنشه وبيديله الرمح ده عشان يحارب بيه، بس بيديله ببلاش طبعا عشان جيا صاحبه. ولكن في الوقت ده واحد من الجواسيس بيروح على شو عشان ياخد منه رمح، وبيقول له اديني رمح دلوقتي ولما نطلع هديلك 50,000 ين. بس شو بيقول له مفيش ضامن على كلامك، امشي ومش هديك حاجه. فالواد بيتضايق وبيطلع منه شويه نقط، ولكن النقط دي ما بيكونش ظاهر فيها اسم، ده بيكون ظاهر فيها رقم. فبيعرف شو ساعتها ان ده جاسوس من ضمن الاعداء. بعدها بيجمعوا المعلم للشياو بيقول لهم ان احنا هننزل بكره جوه الحطام ومفيش خطه ولا اي حاجه، وكل الاعداء اللي هيواجهونا هنقتلهم ونخلص عليهم وخلاص. بيحاول المدرسين ان هم يقنعوه بخطه وبيقولوا له يستحسن ندرس الموضوع قبل ما ننزل، بس ده دماغه مفيش فيها اي حاجه وبيكون مصمم على رايه. واثناء ما الكل كان نايم بيستغل الجواسيس الفرصه وبينزلوا على الحيطان قبلهم، وده عشان يسرقوا التكوين اللي فيه. بس شو بيكون عارف ويمسك واحد منهم قبل ما ينط لتحت وما بيرضاش يخليه ينزل، وهو بيقول له على فين كده ما انت قاعد معانا شويه. الواد بيتعصب وبيطلع منه شويه نقط كده. شو بيقول له خلينا نتفق اتفاق اللي هتلاقيه تحت نقسمه سوا، انت 70% وانا 30. الواد بيقول له تمام عشان يخلص منه مش اكتر، وبيقول لي سيبني امشي بقى دلوقتي عشان اخلص الموضوع بدري قبل ما حد يصحى وبعدين نقسم. شو بيقول له تمام وبعدين بيسيبه. الواد ما صدق خلص منه ولسه هينط لتحت بيلاقي شو مسكه تاني. في نفس الوقت كان السبعه الباقيين وصلوا لتحت خلاص وعرفوا انه في واحد منهم ناقص، بس قالوا انه مش مهم وان اهم حاجه المهمه، وبداوا يكملوا في طريقهم. نرجع بقى للولد وشو. الواد بيتعصب منه بيبدا ان هو قاتله وحاول ان هو يضربه بسيفه، بس شو قدر يتفادى هجمته ولسه هاجم عليه تاني وبيلاقي شو بيزعق بقى على صوته بيقول له انت عايز تروح هناك وتسرق عين التكوين صح؟ العيال كلها صحت على صوت شو وليشا هو كمان اخد باله. الجاسوس حس بهاله كويس جدا داخله عليه، وبالفعل لسه بيبص وراه وبيلاقي المعلم ليشاو قضى عليه بضربه واحده وبيخلص عليه نهائي. بعدها بيقول لهم ليشاو ان هو مرضاش ينزل امبارح عشان هو كان عارف ان في جواسيس معانا، وهو كان مستناهم يخاطروا بنفسهم، مستناهم ينزلوا قبلهم عشان يمسكهم مش اكتر. يا ابن اللعيبه ده شكله طلع بيفهم ولا ايه؟ بعدها ليشاو بيأمر بجمع جميع الطلاب اللي هيقدروا يقاتلوا عشان ينزلوا اكتر جوه الحطام ويخلصوا على الوحوش اللي موجوده وياخدوا عين التكوين. وبالفعل بياخدوا الطلاب اللي بتاعت فعلا واللي كان من ضمنهم شو وكمان ساي. بعدها بيروح ليشاو على رئيس الوحده وبيقول له انا عايزك تفضل هنا وتحمي بقيه الطلاب. رئيس الوحده قال له تمام بس يا ريت بعد كده لو انت مخطط لحاجه تبقى تقولها لي. فليه قال له تمام، وبعدها جمع الطلاب فعلا وادالهم خطاب تحفيزي قبل بدايه الهجوم، وبيقول لهم اهم حاجه تحموا نفسكم كويس ومحدش يرخي دفاعه، ولو حصلت مشكله مع حد فيكم يستخدم عقله قبل ما يستخدم ايده. تحفيز مفيش كلام. في نفس الاثناء كان ليشاو مع شو بيقول له اكيد لبس اكتر من ساعه في الايد متعب صح؟ فشو بيقول له لا. فليش لو بيقول له طب القياده اللي انت لابسها دي نظامها ايه، مش عايز حد يشيلها معاك؟ فشو برضه بيقول له لا. وليش هو مش عارف واقف بيبص له بقرف كده ليه، حتى شوف وقفته عامله ازاي مسخره اقسم بالله. ليش هو بيقول له طب ايه رايك نعمل صفقه؟ شو بيقول له صفقه ايه؟ اللي بيقول له احنا لسه هنكتشف احطام كتير غير دي في المستقبل وممكن ابقى ادخلك فيها وتكسب فلوس اكتر من دي كمان. وبيقول له ما تقلقش هظبطك وهديك نسبه كويسه 90% ل 10%، انا 90 وانت 10. شو بيقول له انا كنت فاكرك شخص وطبعا على روح الناس، كنت
فاكرك المفروض تحمينا، بس طلع ان انت ما بتفكرش غير في مصلحتك وبس، ومش فارقه معاك ارواح الناس. انا موافق بس لو تديني نسبه 50%. وانا اللي كنت فاكرك ابن ناس تربيه خنازير صحيح. ما علينا. ليه شاب بيتعصب منه وبيقول له انت مش قادر تخش الاحطام دي من غيري اساسا؟ هو تتشرطش عليا. فشو بقول له انا جمعت فلوس كتير اول مره دي، وما اظنش اني هحتاج اخش اي احطام تاني وخاطر بنفسي. لو الجوزيس حاول ان هو يقتلني ساعتها الفلوس دي مش هتنفعني. ليه شاب بعد ما زهق منه قال له خلاص يا عم 50 ل 50، 50 50 يعني. بعدها بيقول له احنا دلوقتي بقينا شركاء رسمي، ما تجيب القياده دي كده اشوفها. ولسه ما كملش الجمله وبيلاقي شو سايبه ومشي. خنزير اقسم بالله. المهم بعدها بيؤمر رئيس الوحده واحده من شبكه السماء انها تعمل لهم سلم عشان ينزلوا عليه، وبالفعل بتبدا فعلا تعمل السلم، ويبدا الكل في النزول عشان ياخدوا اخر معركه ليهم في الاحطام ضد ملك الهيكل العظميه والجيش بتاعه. وبس لحد هنا بيخلص جزء النهارده. فلو عجبك اكتب لي رايك في الكومنتات وقول لي بقى انت عايز الجزء الاخير امتى، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم. وسلام سلام سلام.